هي لسه الستات محتاجه empowerment. الستات محتاجة الناس تسيبها في حالها، متدخلين قوي في تفاصيل حياة الست، في شغل الست، في لبس الست. انتي عملتي ليه لا واحد وعملتي ليه لا اتنين، والاتنين موضوعات نسائيه بحته. انا بحب اسمي المواضيع بتاعتي مواضيع انسانيه مش نسائيه، فيقولوا لي ايه ده، هو انت عايشه مع اهلك في البيت، ويبصوا لي نظره استغراب رهيبه. لكن البنت ملهاش غير بيتها وجوزها، وتطلعي من هنا على بيت جوزك. لان انا اعرف بنات لحد النهارده بتتجوز عشان تهرب من اهلها. اقول لك على حاجه فاجئتني، ان اكتر ناس هاجمت المسلسل ده البنات. ساعات الحياه بعد كده بتوريكي ان اللحظه السوداء قوي دي كانت من احسن لحظات حياتك. في ضرب او اهانه او خيانه او مصيبه او ما قلناش حاجه، استنوا اصبروا بس افهمكم. لما فكرت اعمل البودكاست دي وحكيت للناس اللي حواليا، الدايره بتاعتي المحيطين بيا، ان انا عايزه اعمل حاجه ليها علاقه بتمكين المراه، تدي المراه نصايح، تدي البنات والستات نصايح تخلي حياتهم متوازنه اكتر، اهدى. كان في ناس كتير بتسالني هو اصلا هي ليه ست محتاجه تمكين؟ هي ليه المراه بعد كل اللي وصلت له من مناصب ومن شغل ومن مكانه في المجتمع لسه محتاجه تمكين؟ الحقيقه ما اقدرش ارد في كلمتين. محتاجه تمكين عشان حاجات كتير قوي. بس النهارده معايا كاتبه دينا نجم. دينا ازيك؟ ازيك؟ هي اللي هتكلمنا عن تمكين المراه. لو قلت لك تعرفي نفسك الاول تقولي ايه؟ انا اسمي دينا وبشتغل مؤلفه وكاتبه بقالي تقريبا 6-7 سنين. انا جايه من يعني حاجه مختلفه. انا كنت IT اصلا، يعني درست IT واشتغلت في الIT فتره كبيره، وبعد كده من 6-7 سنين قررت ان انا مش لاقيه نفسي قوي في المجال بتاع الIT، واني عايزه اروح لحاجه مختلفه. فقررت ان انا اروح لمجال الكتابه. ابتديت الاول كنت بكتب مقالات اونلاين عن مواضيع اجتماعيه مختلفه، وبعد كده درست سيناريو، يعني اخدت ورشه كتابه سيناريو مع تامر حبيب. ومن هنا بقى ابتدت الرحله. ليه دينا لحد النهارده بنتكلم في الومن امباورمنت، في تمكين المرأة؟ ليه أصلا الموضوع لسه مهم؟ وليه لازم نطرح قضايا ونطرح ونعمل مسلسلات ونعمل أفلام علشان نتكلم في الومن امباورمنت؟ هي لسه الستات بالنسبة للناس، ناس تسأل هي لسه الستات محتاجة امباورمنت؟ الستات محتاجة الناس تسيبها في حالها. الستات محتاجة الناس تسيبها في حالها. عارفة احنا محتاجين نعمل ده لأنه لسه احنا متدخلين قوي في تفاصيل حياة الست، في شغل الست، في لبس الست، في شعر الست. فاهمة قصدي؟ احنا لسه جوه حياة الست. لو ابتدينا نتعامل معاها على ان هي كائن طبيعي مستقل بذاته، حر في قراراته، حر في اختياراته في الحياة، اعتقد ان احنا هنبطل نبقى محتاجين نعمل اي حاجة. يعني بنفس الطريقة انت ليه ما بتعمليش ليه عادة؟ يعني ما بنشوفش حلقات عن الامباورنج بتاع الراجل، او ان احنا ازاي نمكن الراجل وتمكين الراجل وكده. ليه ما بنشوفش ده؟ ليه؟ لانه هو متساب في حاله، لانه ما حدش بيقول. برضو مش عايزه اعمم خالص، لانه اكيد في يعني اوكي في الرجاله عندها انواع اخرى من المشاكل، صح. اوكي، وعندها ضغوط برضو اجتماعيه كبيره، وعندها انواع اخرى من الضغوط. فاحنا النهارده بنتكلم عن حاجه معينه جدا ليها علاقه بتمكين الست وبالحريه في قراراتها واختياراتها عندها. لكن ما بنقولش الراجل ما عندوش اي مشاكل والست عندها كل المشاكل، فمعلش يا جماعه سيبوا الست في حالها. لا، ما بنقولش كده خالص. احنا بنقول ان في الاطار بتاع التمكين والقرارات والاختيارات الست لسه عليها ضغوط كبيره، عايزين نخففها عنها شويه، عشان ده على فكره والله بيعم بالنفع على كل الناس. يعني لما والراجل اول واحد، والراجل اول واحد طبعا. يعني هيرتاح والله. لو ست ارتاحت الراجل هيرتاح جدا. والله انا موافقه على ده 100%. انتي عملتي ليه لا واحد وعملتي ليه لا اتنين، والاتنين موضوعات نسائية بحتة. وليه لا واحد كان بيتكلم عن الجواز، مش الجواز في المطلق، عن ازاي المجتمع بيحط ضغط على البنت ان هي بتتولد في الحياة عشان تتجوز وتخلف. وانا عندي وجهة نظر هقولها قبل ما انتي تعلقي، انه بنتعامل مع الجواز مع البنات بالذات مش مع الولاد على انه غاية مش وسيلة. بمعنى ان انا موجودة في الدنيا عشان اتخرج، حتى لو اتعلمت حاجة كويسة وعندي بوتنشل او عندي في مني امل ان انا انجح واعمل حاجة كبيرة، بس عشان اتجوز وخلف. فهو ده الهدف اللي هي عايز توصل له.
لكن هو الحقيقه من وجهه نظري، معرفش انتي رايك ايه، ان هو وسيله. يعني لو انا هدفي في الحياه ان انا اعيش مستقره مثلا مع شخص بحب، يبقى ما بقاش وحيده، عايزه اكون اسره ويبقى عندي اولاد، بقت الوسيله ان انا اتجوز عشان احقق سعادتي، مش ان انا وصلت الجواز هو ده اخر المطاف. صح. ليه لا؟ كان بيتكلم عن الفكره دي وعن استقلاليه البنت. الموضوع طلع منين؟ بصي، اولا انا بحب اسمي المواضيع بتاعتي مواضيع انسانيه مش نسائيه. يعني الموضوع بتاع ليلى الاولاني جالي من ان انا في شغلي القديم كنت بسافر بره كتير، وكنت بقعد مع ناس في اوروبا مثلا فيقولوا لي، فمثلا اتكلم مثلا عن مامتي، مثلا بقول اصل انا وانا في البيت مامي ما اعرفش ايه، فيقولوا لي ايه ده، هو انت عايشه مع اهلك في البيت؟ ويبصوا لي نظره استغراب رهيبه. في الاول ما كنتش مستوعبه، لانه لما بتبقي جايه من حته مختلفه خالص بتبقي شايفه ان اللي قدامك هو اللي غريب، مش انت اللي غريبه. انتوا اللي غراب قوي يا جماعه ان انتوا بتسيبوا عيالكم يسيبوا البيت، انتوا غراب جدا. مع الوقت والكلام معاهم ابتديت استوعب اكتر فكره الاستقلاليه دي الهدف منها ايه. الهدف منها مش ان انا اروح اعيش لوحدي عشان اعمل اللي على مزاجي وارجع البيت الساعه 3 الصبح واسهر لحد مش عارف الساعه خالص. الموضوع مش في الحته دي. الهدف انه انا ادي امكن ابني او بنتي من فكره الاختيار، انه يبقى حد مسؤول عن نفسه، هو اللي بياخد قراراته، هو اللي ماسك مصروف البيت، هو اللي بيجيب الاكل، هو اللي عارف عليا ايه وليا ايه، هو اللي مسؤول. وده شيء فعلا بيخلي الشخص ينضج، وبيخلي الشخص يكبر، وبيخلي الشخص يعرف يتعامل مع الحياة بشكل أفضل بكتير. فهو ده الهدف، مش الهدف إن أنا عايزة أروح أعيش على كيفي خالص. صح. يعني فالفكرة جت من هنا، إنه قعدت أفكر ايه ده، في مصر الدنيا مش كده خالص. في مصر بدأت تتغير شوية على فكرة، بس بدأت الأجيال تتغير الأجدد طبعا. يمكن شوية. طبعا هتبقى برضو اللي هينفع يسيب البيت زي ما احنا عارفين طبعا ومتفقين اكيد هيبقى الراجل، لكن البنت ملهاش غير بيتها وجوزها، وتطلعي من هنا على بيت جوزك، الحاجات بقى اللي احنا عارفينها دي. انا متفهمه على فكره خوف الاهل على عيالهم، متفهماه جدا جدا جدا. ولكن الناحيه التانية بقى، ما انت مش خايف عليهم ان هم يبقى عندهم 30 و35 سنه وما بيعرفوش يتحملوا مسؤوليه نفسهم؟ ما انت برضو لازم تخاف عليهم من ده خوف اكبر. مش خايف عليهم ان هم يبتدوا يواجهوا الحياه متاخر ويصطدموا، يفضلوا محميين تحت جناحك طول العمر، وبعد كده لما يطلعوا للدنيا يحسوا ان هم ما كانوش عايشين قبل كده. فبالعكس انا شايفه ان دي حاجه مفيده. والفكره بتاعت المسلسل جت من هنا، انه ماذا لو البنت اللي عندها في اوائل الثلاثينات، اللي طول عمرها عايشه مع اهلها، طول عمرها امها هي اللي بتاخد لها قرارات في كل حاجه، ماذا لو البنت دي قررت في لحظه ما انها تستقل وتعيش لوحدها وتواجه الحياه لوحدها؟ ايه اللي ممكن تشوفه، ايه التحديات اللي ممكن تقابلها؟ فهي الفكره كانت جايه من هنا. طبعا المسلسل ده تهاجم جدا جدا وقت ما نزل، يعني هجوم عشان رهيب. دعوة للبنات يسيبوا واقول لك على أهلهم. حاجه فاجئتني حقيقي، ان اكتر ناس هاجمت المسلسل ده البنات. يعني البنات كانت اكتر ناس هاجمت أنا مش المسلسل. متفاجئة قوي، لأن أنا عندي برضو نظرية إن البنات أعداء نفسهم إلى حد طبعا كبير. انا بقول كده طول الوقت لانه صراحه وقتها احترت، قعدت اقول يعني انا كان في كل فكري ان احنا بنحاول نساعد البنت، بس البنت هي اللي زعلت. طب كنت مستغربة. وساعات بفكر انه يمكن عشان البنت اللي بتكتب ده او اللي بتهاجم يمكن هي نفسها في ده، بس الظروف اللي حواليها مش مساعدها انها تعمله، فالهجوم جاي من هنا. ساعات بفكر والله ممكن يكون ده الاحتمال. يعني انا شايفة حاجة بتحصل قدامي وانا نفسي اعملها بس انا ما اقدرش اعملها، فابتدي هاجمها واقول عليها مش حلوة واقول عليها ما تصح. وممكن يكون رأيهم على فكرة برضو، يعني في الاخر ممكن تكون بس حد. أنا بشوفها في حاجات كتير في المطلق، إنه كتير قوي بقول إيه ده، هي ليه البنت عدوت نفسها كده يعني؟ انا بشوفها ليه في موافقة على كتير. حاجات يعني ضراها هي أو لوحدها؟ احنا في الهرشة شوفنا بنات كتير قوي بتهاجم أمينة خليل، بتهاجم الست وبتشوف انه الست دراماتيك قوي ومكبره الموضوع ومالك مهستره ومتجننه كده ليه، واهدي شويه، والراجل يا حرام صعبان على يعني. ما كلنا مضغوطين وعايشين. ما احنا كلنا ساكتين، ما تسكتي زي ما احنا ساكتة. ساكتين. مالك. فده حقيقي. يعني فعلا الست عدوة نفسها في احيانا كتير، معرفش ليه، مش مع عارفه ان ايه الهرشة السبب. طبعا هنجيله بعدين، لانه شويه في توازن، يعني ما كانش برضو في هايلايت على الست والضغط اللي عليها من ناحيه الشغل ومن ناحيه الولاد، بس كان في توازن اكتر. فليه لا اتهاجم اول واحد؟ اتهاجم ليه لا الاولاني اتهاجم قوي عشان فكره البنت. اولا حاجتين خلوا الناس هاجمت المسلسل. الحاجه الاولانيه انها بتهرب يوم فرحها او بتسيب العريس يوم فرحها، فكانوا شايفين انه ليه ما قلتيش من زمان. والحقيقه انه
انا متفهمه، بس اللي الناس برضو محتاجه تفكر فيه ان الحياه مش ابيض واسود. يعني احيانا كتير انتي بتبقي جواكي شايفه انك مفروض تعملي حاجه، بس في ضغوط حواليكي مخلياكي مش قادره تاخدي القرار. ممكن تجيلك لحظه ايموشنال، مشاعرك سيطرت عليكي وقدرتي انك تقولي فكرت، عارفه اللي هو قاعده فكرت في كل الحاجات، فكرت انه انا هتجوز، انا ما بحبش الانسان ده، انا مش عايزه ابقى معاه، انا هتطلق بعد كده، لا طب انا مش عايزه فالقرار طلع لحظي. وانت قاعده على الكنبه في البيت بتتفرجي على المسلسل بيبقى سهل قوي تحكمي، بيبقى سهل قوي تقولي لا طب ما انت كنتي قلتي من بدري لما انت عايزه تسيبيه. الموضوع مش بهذه السهوله. لو كانت قالت من بدري ما كناش عملنا المسلسل. لا مش لا والله مش عشان كده يعني احنا بس انا عندي والله بيحصل حاجات كده في انا الحقيقه. شفت ده في الحياه، وكنت لسه هقولك انا شفت ده في الحياه. شفت واحده بتقرر قبل الفرح ب3 ايام انها مش عايزه تتجوز. سهل قوي تقولي لها طب ما قلتيش من بدري ليه؟ ما هي لو كانت قادره تقول من بدري كانت قالت يعني. وفي ناس وقتها قالوا يعني هو لو كان الراجل مشي وسابها يوم الفرح كنتوا هتقولوا نفس الحاجه؟ كنا هنقول نفس الحاجه. لانه وعلى فكرة ما بنقولش صح برافو كل الناس يا جماعة قبل فرحها ب3 ايام تهرب، يعني ما بنقولش كده خالص، بس بنقول ان نحاول بس نفكر في ما وراء الحاجات. يعني ليه البنت دي لو انا عملت اعرف كده؟ رجاله، اعرف حد شخصيا كان ده احساسه واختفى قبل فرحه باسبوع ورجع واتجوز الحمد لله. بس وقعدنا برضه باصل هي دي مشاعر انسانيه زي انت قلتي، ان انا اتردد في القرار اللي انا خدته واحس ان انا داخل على حاجه كبيره قوي ومش متاكد اذا كنت قدها ولا لا. ده شعور انساني. واعرف ناس كملت واتجوزت، ولو سالتي الطرف الاخر كنت تتمنى يسيبك قبل الفرح باسبوع ولا يتجوز وتكملوا، هتقول لك يا ريته سابني. لانه الحياه بعد كده اكتشفنا انه كان قرار غلط، ما كانش المفروض نروح له اصلا. اتكسرنا وقتها وقلبنا اتوجع واتسابنا في اخر لحظه، احساس قاسي 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 على اي حد، والواحد ما يتمناش انه حد يقع في هذا الموقف. بس ساعات الحياه بعد كده بتوريكي ان اللحظه السوداء قوي دي كانت من احسن لحظات حياتك، بس انتي وقتها ما كنتيش تعرفي، انتي عرفتي بعدين. بس فده كان اول سبب المسلسل اتهاجم عشان. والسبب التاني طبعا فكره الاستقلاليه، انه الفكره غير مرحب بيها وغير مرحب بيها للبنات خالص، فناس كتير قوي هاجمت الفكره. بس هل المسلسل كان بيقول الناس سيبوا بيوتكم، ولا هل المسلسل كان بيتكلم عن الاستقلاليه بس جسمها في فكره ان هي سابت البيت وراحت استقلت ما انا ممكن ابقى عندي استقلاليه وانا عايشه مع اهلي. بس انتي قلتي نقطه مهمه جدا، هو دايما الناس بتشوف انه لو المسلسل عرض فكره ما يبقى المسلسل بيشجع الناس انها تعمل الفكره، وده مش حقيقي. يعني انا لما بعمل مسلسل، يعني لما بتعمل مسلسل مثلا تحت السيطره، مسلسل عن المخدرات، هل احنا بنقول للناس روحوا ادمنوا؟ هل احنا بنقول للناس روحوا اشربوا مخدرات؟ اكيد صناع العمل لما عملوا المسلسل ده ما كانش ده هدفهم. المسلسل بيحكي لك حكايه، البطل او البطله بيخوض رحله ما، انت بتتفرجي على القصه. وانا طول الوقت بقول ان هدف الفن هو التسليه، هدف الفن مش التوعيه، هدف صح. الفن التسليه. احنا بنعمل مسلسلات وافلام عشان الناس تتفرج وتتسلى. والله لو الناس طلعت من المسلسل او العمل ده بحاجه حياتيه عايزين يجربوها، تمام يجربوها، بس المسلسل مش بيقول لهم اعملوها. وده نفسي الناس كلها تفكر فيه، عشان المسلسل ده لما نزل الليله الاولاني دخلت الناس تقولوا يعني انتوا بتقولوا للناس سيبوا بيوت اهليكوا. احنا ما بنقولش للناس اي حاجه خالص، احنا بنحكي قصه عاليه اللي قبل فرحها بساعتين قررت ان هي تسيب خطيبها لان هي اكتشفت ان هي ما بتحبوش، واكتشفت ان هي رايحه تتجوزه عشان عايزه تهرب من ضغوط امها. فوقتها قررت انه مش الجواز هو الحل يمكن ان انا اروح اعيش في بيت لوحدي واستقل بحياتي وهكذا. وده قصة مش مثل اعلى يعني خالص خالص خالص. القصة هي قصة انسانية احنا بنمشي وراها وبنتفرج عليها وبنتسلى بيها، ما بنعملش زيها، مش لازم نعمل زيها. ممكن والله حد يتفرج على المسلسل ويقول الناس اتفرجت على مسلسل ليلة 2 وهنروح له بعد كده. ممكن تتفرجي على المسلسل وتجيلك فكرة او تحسي انك عايزة تجربي حاجة، بس ده مش الهدف من العمل. الهدف من العمل ان هو يسليكي، انه يخليكي تحسي بمشاعر معينة ممكن ما تحسيهاش في الواقع وهكذا. بس هو الميزة في العمل لما يبقى حقيقي وشبه الناس زي الحاجات اللي بتكتبيها بصراحة لازم الناس تفكر فيه كده، لازم الناس تفكر هو حقيقي، هو لامسهم. يعني حتى لو اتكلمنا برضو عن الهرشة السابقة، هو لامس الناس في حياتهم، مش هدفه انه يقول لهم اتجوزوا ازاي او تبقى علاقتكم شكلها ازاي، مش الهدف انه يقوم بدور الدكتور بالزبط او الناصح. بس من كتر ما هو لمس الناس بقى مجال للحديث والنقاش، اللي طب احنا نعمل ايه، طب ده احنا شوفنا نفسنا فيه، فالناس بتشوف نفسها. البنات انا واثقة
ان في بنات كتير قوي، لان انا اعرف بنات لحد النهارده بتتجوز عشان تهرب من اهلها. صح. لحد جيلي انا ده اللي احنا فيه النهارده بيتجوزوا، اكيد شفتيهم وقابلتيهم في حياتك. شفتهم كتير. وعلى فكره بيتجوزوا عشان يهربوا من بيت نادين اهلهم. في الهرشه السبعه كانت كده، بدليل انها كانت بتقول له في لحظه ما لا، ما انا ما اتجوزتش عشان اقعد في البيت، فبيقول لها هو انت اتجوزتيني عشان كده؟ اتجوزتيني عشان تتفسح؟ هي بنت قعدت مع اهلها سنين عمرها كله، الخروج بمواعيد، السفر ما فيش، كل حاجه ما تقفل عليها، فهي بقت شايفه انا عايزه اروح اتجوز عشان اعيش حياتي. اتجوزت عشان كده، عشان تعيش حياتها. ولما اتجوزت اكتشفت ان الجواز مش يعني تعيشي حياتك، الجواز حاجه تانية خالص، فاتصدمت. عشان كده في اخر السنه الاولى لما بتقول له احنا ايه اللي حصل لنا، بيقول لك اتجوزنا. هو ده. فهو الصدمه جت من هنا. الناس بتتجوز للاسباب الغلط كمان. والتوقعات قاسيه جدا. التوقعات بجد عدو للإنسان وللسعادة وكده. طول ما انت عندك توقعات مختلفة عن الواقع، الواقع ممكن ياخدك في حتت وحشة قوي. يعني لما تكتشفي ان انت كنت شايفة الدنيا من مراية مختلفة، الواقع بيبقى صعب. فعشان كده طول الوقت، ورغم انه يبدو انه كلام يعني تنمية بشرية، بس طول الوقت لما بنقول في فكرة انه ما تعليش توقعاتك، ما تعليش سقف توقعاتك، خلي توقعاتك منطقية، كل ده والله علشان اللي جاي بعدين بيبقى صعب لو انت شايفة الحياة بصورة مختلفة يعني. دي حقيقة. ليه لا 2 برضو لقى صدى كبير قوي عند الناس. الناس اتكلمت عنه بشكل رهيب، يمكن اكتر من الجزء الاول، مع ان الموضوع مختلف خالص. برضو هو بيلف حوالين الست. انا عارفة ان انتي برضو بتتكلمي عن التجربة الانسانية، لكن برضو الموضوع بيلف حوالين الست والضغط اللي عليها من المجتمع. ان هي لازم تتجوز في وقت معين وتخلف في وقت معين، ولو هي قررت ان هي مش تتجوز تخلف في وقت معين اللي الناس محدده لها ده، وهتكفل هتعمل حاجه تانية، بقت محل اتهام وانتقاد وضغط شديد جدا من هي لا عملت حاجه عيب ولا عملت حاجه حرام ولا اي حاجه خالص. هي بس اخذت قرار لحياتها يخصها هي، وهي بس اللي هتتحمل العواقب بتاعته. ومع ذلك كل الناس في المسلسل كانوا متدخلين مظبوط في قرارها. هو ليلى التاني برضو كان مصدر الالهام بتاعي فيه بنت خالتي. هي بتحب الاطفال قوي قوي، ومره كنا قاعدين وهي مش متجوزه يعني، مره كنا قاعدين مع بعض، فكانت انا طول الوقت شايفه انها بتحب الاطفال جدا جدا، وكنا مره قاعدين مع بعض فبنتكلم في القصه دي، فقعدت افكر هو واحده بتحب الاطفال جدا جدا ونصيبها ما جاش لسه في الجواز، وده شيء ممكن يحصل مع ناس كتير يعني. هو المفروض البنت دي تتحرم من ان احساس انها تبقى ام؟ اكيد ده مش شيء عادل خالص يعني، بالذات لو في طريقه هي ممكن تبقى ام بيها، طريقه شرعيه جدا ومفيهاش اي حاجه حرام، مفيهاش اي حاجه عيب، فليه لا يعني؟ ليه ما تبقاش ام؟ فالفكره جات لي من هنا يعني. واشتغلنا على المسلسل، والحقيقه ان المسلسل لقى صدى كويس جدا، والمسلسل ده ما تهاجمش. وطبعا هو ما تهاجمش لانه هو بيتكلم عن موضوع انساني جدا، فما تهاجمش. في الحقيقه ان في راي قريته مره بس كان قليل قوي يعني. برضو هو انتوا بتقولوا البنات ما تتجوزش وروحوا يكفلوا، يا جماعه ما قلناش، والله العظيم ما قلنا. عارفه ببقى قاعده حاسه ما قلناش حاجه، استنوا اصبروا بس افهمكم. فهي المسلسل عشان كان قضيه يعني، قصدي ان هي ما كانتش قضيه كونتروفيرشل يعني، عشان كده ما كانش فيه هجوم زي الجزء الاولاني يعني، لان هي كانت قضيه انسانيه اكتر. لدرجه انا فاكره كويس قوي ان انا في حد من اصدقائي يعني احمد ذكري، انا دايما بساله على رايه في الحلقات، ودايما انا بقول لهم يا جماعه قولوا لي ايه الوحش، محدش يقعد يقول لي تحفه الله تمام شكرا جدا، بس انا عايزه اعرف ايه الوحش عشان اشتغل عليه المره الجايه. فاحمد جه في اخر كام حلقه قال لي انا ما بقتش قادره اقول لك الوحش، لانه بقى فيه تعاطف انساني وانتوا بتتكلموا عن الكفاله والاطفال، فحاسس خلاص بقى والناس تعاطفت قوي مع الطفل فمش أيوة. قادره والناس متعاطفه مع تهاجم فكره الكفاله لان الطفل هيتظلم. ما حدش قادر يهاجم حاجه خلاص، فاهمه قصدي؟ انت مخليه مش قادر يهاجم حاجه يعني. مع ان اكيد وانتي بتذاكري للمسلسل ده شفتي قصص فيها ضغط. شفت قصص يا نهار ابيض. احنا قعدنا طبعا يعني، قعدت مع امهات كتير قوي كفلت وحكوا عن الضغوطات اللي حصلت لهم من اسرهم ومن قرايبهم. وممكن تبقى الست بتحكي لي عن قرايب جوزها او اهل جوزها، انه اهل جوزها كانوا بيقولوا له يعني مثلا هي مثلا ما بتخلفش، فيقرروا انهم يكفلوا، فاهل جوزها يقولوا له طب ما تتجوز واحده تانية.
يعني هي عندها مشكله في الخلفه، روح اتجوز واحده تانية، ليه تعملوا كده؟ وقصص كتير وده عملنا شبهه في المسلسل، ان الطفل في الاول مكفول بيبقى مفيش تقبل خالص، بس في الاخر هو طفل، فمع الوقت بتحبيه وبتحتضنيه. والقصه دي سمعتها كتير قوي، اللي هو في الاول اهلي ما كانوش موافقين خالص وكانوا رافضين ومش طايقين الفكره، مع الوقت بقوا بيحبوا الطفل اكتر مننا. في الاخر الاطفال، بصي الاطفال سحر. انا عارفه مشكلتي برضو ان انا لسه مش فاهمه ليه الاهل رافضين، يعني ليه الناس رافضه قوي فكره ان حد يكفل طفل؟ بصي اسباب ليه رافضه ان كتير، بنت تكفل طفل؟ اسباب كتير. اولا هو شيء غير اعتيادي، والناس بتخاف قوي من الحاجه الغير اعتياديه في المجتمع بتاعنا ده. هما في، عارفه تحسي في اطار كده او فريم كل الناس ماشيه فيه، اي حد بيحاول يعمل حاجه بره ده بتوتر الاهل. اللي هو كل حاجه على فكره من اول الدراسه، يعني من اول الدراسه لما حد هيروح يقول لاهله انا مثلا هدرس مسرح او هدرس ار دايركشن او هدرس، دايما هيبقى فكره هو ده ايه. اي حاجه احنا مش فاهمينها قوي ومش عارفين مستقبلها عامل ازاي بشكل واضح بنخاف منها. فاعتقد انه اول مشاكل الكفاله ان هو شيء مش معتاد، فالناس خايفه منه والاهل خايفه منه. تاني حاجه انه للاسف الدراما والافلام وكده قدمت الموضوع ده بشكل صعب شويه. ودي من الحاجات اللي اتقالت لي لما كنت بروح اقعد مع الامهات، انه لو سمحتوا ما تعملوش كده. فكره عارفه الولد اللي يكبر يكتشف ان هو مش ابن الام او الاب، فانت مش زي ابني العذراء اطلع والشعر بره. الابيض دي الحاجات اشهر دي افلام يعني. الافلام دي اتقدمت والخطايا تقريبا، الخطايا اللي هو بتاع عبد الحليم حافظ، اللي هو انت اصلا مش ابني واطلع بره والحاجات دي. فالموضوع اتقدم بشكل سلبي جدا، عمرك ما شفتيه بشكل ايجابي، فبقى عامل زي تروما كده عند الناس. فده سبب تاني من الاسباب. وفي قصص طبعا بتتسمع بتخوف، اللي هو لا اصل ده كان مكفول ولما كبر سرق معرفش ايه، ولما كبر وكأن ان الانسان ده مش طبيعي. بالظبط، وكأن ان لو ابنك عادي، ما احنا بنسمع قصص على فكرة صح. انه ابنها عمل كذا وجوزها عمل فيها كذا يعني القصص دي بتسمعيها بصرف النظر مكفول او غيره، يعني هي مش مرتبطة بان الولد مكفول. فهي الفكرة انه في المسلسل كنا بنحاول نقول انه انا كفلت فده بقى ابني، محدش يتكلم بقى في فكرة انه مكفول او مش مكفول، هو ابني او هي بنتي، خلاص القصة خلصت هنا. هنتعامل مع الموضوع ان ده خلفته او دي خلفتها. هو ده كان الفكرة يعني. بس هي فكرة بتخوف زي ما بقولك، عشان هي حاجة مش اعتيادية، يعني مش الناس مش معتادة عليها وخايفين منها. معرفش في فكرة خجل ما بتبقى مصحوبة بالكلام في الموضوع. المجتمع من كتر ساعات كمان الناس اللي حواليكي من كتر ما هم عايزين يحسوكي انها عادية يبتدوا يقولوا حاجات اصلا تزعل. ودي حاجات من اللي اتقالت لي برضو احنا شغالين على المسلسل، اللي هو شبهك قوي مع انه مش ابنك، انت بتحاولي تجامليها بس انت زعلتيها، يعني فاهمه قصدي؟ وانا صغيره مثلا لما حد يقول هي سمرة بس حلوه بس حلوه فالناس انت ما قلتليش كومبلمنت، مش مجامله على بصي هي فكره. كلها حاجات ليها علاقه باللي احنا كل حاجه بنتكلم فيها النهارده والله ليها علاقه بمدى تدخل الناس اللي حواليكي جوه حياتك. كل حد ليه كلمه في حياتك، تحسي كل حد ليه كلمه، كل حد ليه راي. وزي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدا على طول بنقول حتى في الشكل كل حاجه المجتمع حاطط للست شكل معين. لو شعرها كيرلي هي محتاجه تحارب علشان هي شعرها كيرلي، تسيبه كيرلي. ليه احارب عشان اسيب شعري كيرلي؟ ليه حارب على عايزه اغسله وانزل، عندكم هنا عندكم مشاكل. فاهمه قصدي؟ للاسف هي بس والله في حاجات كتير قوي اتحسنت مع الوقت. يعني متهيألي ان احنا بقينا اشجع واجرأ شويه، ولما بتتحققي وبتنجحي في الحاجه اللي انت بتحاولي تعمليها بصرف النظر هي صغيره هي كبيره هي ايه، ناس جنبك اكتر بتتشجع وبتتحقق وبتتحرك. وده متهيألي ان هو ان احنا مشينا خطوات كبيره قوي لقدام، يعني ما بقتش حاسه انه ان احنا زي الاول. نادين بقى في الهرشة 7 اتعرضت لضغوط وهي بتعمل شغلها الجديد اللي هو بتاع الفويس اوفر من جوزها. ودي برضو حالة بتحصل كتير قوي، ان لو الزوج مش مقتنع او ان الزوج حصرها في دور الام اللي اولوياتها في الحياة تربي ولادها، واحنا متفقين مفيش اي مشكلة في ان هي اولوياتها في الحياة تربي ولادها بالذات ان هم كانوا صغيرين قوي، لكن انه مش هيديها دعم لانه مستقل باي حاجة هي تعملها. الشغل ده حاجة بتاعته هو، فأي حاجة هي تعملها دي حاجة فرعية وملهاش أولوية وضغط عليها. ما أنا عارفة المسلسل مش عن كده خالص، بس ده كان جزء لفت نظري قوي في المسلسل برضو، إنه وحاسة إني بشوفها في الحياة،
ان الراجل حاسس انه اللي بتعمليه ده يعني مش مهم، او عملتيه او ما عملتيهوش مش فارقه، او ما تنسيش نفسك انتي هو للاسف طبعا دي كانت مشكله عند ادم. يعني هو كان شايف انه طموح نادين ده شيء فرعي، يعني شيء مش من اولويات حياتنا خالص. وكان باصص للموضوع انه انت عايزه اشتغلي اي شغلانه، وكأن هي مش انسانه. اذا كنت انت نفسك اصلا عمال تطلع من مشروع لمشروع، انت لو خدتي بالك ادم نفسه صح. كان بيشتغل وظيفه ثابته، وبعد كده ابتدى يشتغل مهندس فريلانسر في البيت، وبعد كده راح فتح بادل. انت اصلا مدي لنفسك هذه الحريه في ان انت تروح من شغلانه لشغلانه وتجرب ده وتخاطر في ده وتحط فلوسك في ده، مع انك رب اسره وعندك اولاد مع وعندك ان مسؤوليات. احقاقا الحق برضو ان الرجاله عليها ضغط اكبر في حريه تغيير الشغل، 100%. لان عليهم التزامات ماديه. ما هو عشان كده بقول لك يعني انت عندك اصلا مسؤوليات ماديه، ومع ذلك خاطرت في لحظات كتيره بالدخل بتاع هذه الاسره عشان تروح تجرب حاجات انت نفسك تجربها. طب انا حابه اعمل ده، المشكله فين؟ المشكله في المواعيد. فالست هنا حاولت تحلله مشكله المواعيد، قالت له احاول اسجل من البيت، واحاول اظبط المواعيد معاهم، واحاول اودي عيالي عند ماما فهي حاولت تلاقي حلول. هي الست برضو مش عايزه ترمي عيالها وتنزل تروح يعني، بس في رفض. وفي فكره لو خدتي بالك كمان ان هو قال لها ايه اصلا المكان الغريب، وانا دخلت لقيت الناس شكلها غريب. فكمان هو عنده احكام على الشغلانه بشكل سطحي شويه. انت ما شفتش حاجه، انت دخلت لقيت ناس قاعده على كنب فقررت ان الشغلانه غريبه، لانه الشغلانه مش شيء اعتيادي. فبالنسبه له برضه هو ده ايه المجتمع الغريب ده، انا مش فاهمه، انت مش فاهمه، ممكن تفهمه، نفهمه. بس كان ايه مع بعض. مبرره انه حتى لما هي حاولت تهيئ البيئه ان هي تشتغل من البيت انه برضو ما قدملهاش اي دعم؟ ما هو للاسف هي كانت حاجه نقطه من التسلط شويه، يعني نوع من انواع التسلط شويه. واحنا متعودين عليه. يعني احنا متعودين على فكره انا الراجل واللي اقوله يمشي، يعني مش لازم يبقى فيه منطق قوي يعني. هو والحقيقه في النقطه دي الحقيقه انه ما كانش عنده منطق. صح. لان بقول لك هي حاولت تحل له المشكله من كل النواحي وتقفل له، فاهمه؟ هو غالبا اللي انا حسيته ان هو حس ان كلمته ما اتنفذتش بالظبط، فلازم انا كلمتي اللي تمشي في البيت ده. هو عند. على فكره العلاقه دي كانت من اكبر مشاكلها العند. هما الاثنين، يعني مش هو بس، هما الاثنين كانوا بيعندوا مع بعض في اوقات كتير جدا، والعند مدمر للعلاقات. احنا ما بنسمعش بعض، ما حدش بيحاول يسمع التاني ومنطق التاني ايه، لا احنا بنعند. طب لا رايحه، طب مش هتروحي، العند. فانا شايفه ان هي كانت لحظه عند كبيره منه. يعني لو كان قعد كده وده باين شويه في الحلقات الاخيره انه ابتدى شويه يشتري الفكره يعني. بس انا بقى الهرشه السبعة لازم اروح له عشان انا بحبه قوي انا شخصيا، واتأثرت بيه جدا وانا بتفرج عليه. وكنت حاسه وكنت عايزه اصلا اعمل موضوع الحلقه ده، انت فاكره احنا اتكلمنا كان في دماغي عن الهرشه السبعة بالذات. بس احنا بنسجل دلوقتي رمضان لسه خلصان من شهرين، بس عقبال ما الحلقه دي تذاع مش عارفه هيبقى رمضان بقاله قد ايه وتكوني اشتغلتي على مشروع تاني وكده. انا بشتغل حالا على مشروع جديد، فبالظبط هكون قدم شويه. بس انا لازم اتكلم على الهرشه السبعة لان كان بالنسبه لي عاجبني تناول العلاقات في المسلسل ده بالذات، انه قد ايه كان حقيقي وقد ايه فيهوش مبالغات. انه مش لازم علشان اطلع في التلفزيون علاقه راجل وست بتفشل ان في ضرب او اهانه او خيانه او مصيبه او يعني مش لازم يبقى في مبالغات اللي هي مش الحياه الطبيعيه بتاعتنا. مظبوط. وفي نفس الوقت احنا الحياه العاديه بتاعت الناس العاديين ما فيهاش برضو الحاجه الشيقه اللي تستاهل تتحط في عمل. عشان كده الاعمال بتختار الحاجات اللي مش عاديه، اللي صح. مش ممله عشان تشد الانتباه. بس بمنتهى البساطة اللي في الدنيا المسلسل كل العلاقات اللي فيه حقيقية جدا، ومع ذلك هو شد الناس جدا جدا. وشدني قوي الستوري لاين بتاع احنا كنا صحاب كويسين قوي بس لما اتجوزنا العلاقة فشلت. ليه كتير قوي بنشوف ان الجواز بيبوظ العلاقة اللي كانت حلوة قبل الجواز؟ بصي طبعا المسلسل ده انتي حطيتي ايدك على اهم نقطة فيه، وهي ان هو مسلسل عن الحياة العادية. وده كان تحدي كبير جدا جدا في كتابة المسلسل، لانه زي ما انتي قلتي برضو، انتي لما بتكتبي مسلسل في الخيانة الرهيبة او في الضرب او في يعني المواضيع الكبيرة دي، علينا ككتاب العملية بتبقى اسهل، لان سهله قوي ان انتي عوامل الجذب موجوده وانك تسخني الاحداث سهله. لكن وانتي بتكتبي مسلسل عن الحياه العاديه الموضوع صعب والتحدي اكبر جدا بكتير انا متخيله. لانه
زي ما انت قلتي انا سهله قوي شد الناس لما اعمل احداث بالظبط. فيها دراما عاليه بالظبط. جدا. بس ده كان اتفاق ما بيننا كلنا، يعني كل الناس اللي اشتغلوا في هذا العمل، سواء مريم نعوم صاحبة الفكرة والمشرفة على ورشة سرد، او زمايلي في ورشة الكتابة راجية وندى ومريم، او الاستاذ كريم الشناوي المخرج. احنا الاتفاق من اول ثانية انه احنا هنعمل مسلسل عن الحياة العادية. احنا اخترنا ده اختيار واعي جدا، كلنا موافقين عليه وهنمشي فيه للاخر. كريم الشناوي برضو عبقري. كريم فظيع، لا كريم فظيع، وانا يعني اتبسطت جدا بالشغل مع كريم وتعلمت حاجات كتير جدا جدا. والاعداد بتاعتنا، وخلي بالك انه كريم كان العنصر الذكوري في الناس اللي بنت العمل، اللي بنت العمل كان هو العنصر الذكوري، وكان صوت الراجل في العمل. فلعب الدورين، يعني ان هو كان كمخرج طبعا عظيم وعنده رؤية فنية هايلة وعنده اضافات حلوة قوي 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 في تفاصيل وفي حاجات كبيرة وحاجات صغيرة وفي كل حاجة. والنقطة التانية ان هو كان العنصر الذكوري، وده بيبقى مهم جدا يعمل توازن، انه يعمل التوازن ده. اتمنى ان احنا نكون نجحنا ان احنا نحققه. يعني نجحته لان هقولك ليه، لان احنا جينا، انا حتى على الجروب بتاعت الواتساب بتاعت صحابي الحلقه بتاعت المواجهه بين تسعة. نادين وادم، احنا كلنا بعد الحلقه قعدنا نتكلم هو مين اللي غلطان، واحنا نتكلم انت شايفاه هو اللي غلطان ولا هي اللي غلطانه، ونبدا نتناقش انه لا هم الاثنين غلطانين على فكره، والاثنين عندهم حاجات صح برضه. مظبوط. والحمد لله انه ده اللي وصل، لانه ده كان اللي احنا بنحاول نقوله اصلا. وبنحاول نقوله مش بشكل مرتب، يعني احنا مش قاعدين مقررين ان احنا عايزين هو يطلع عنده حق، لا احنا بنحاول نعمل حاجه شبه الحياه. انه في الحياه فعلا، وده رجوعا لسؤالك، يعني هو ليه الجواز بيتحول لتجربه صعبه كده. يعني في الاول بنبقى فرحانين وبنبقى صحاب وعلاقتنا حلوه، بس بيحصل حاجات كتير قوي. اولا بنصطدم بالواقع، ان الواقع مختلف تماما عن الصورة الجميلة، ان احنا هنبقى اصحاب وبننزل نخرج مع بعض وبنتعشى مع بعض وبنخرج كل يوم، وفي الويك اندز بنسافر نقضي ويك اند لذيذ في حتة مختلفة. احنا بنبقى شايفين الحياة كده، بس بنبقاش شايفين انه انت هتروحي تعيشي مع شخص مختلف عنك في حاجات كتير جدا في نفس البيت كل يوم من الصبح بالليل. ده اصلا في حد ذاته يعني موضوع لوحده. بيبتدي يبقى فيه اختلافات في الطباع بتصطدم ببعض. الأول بنتواجه، فلما بنتواجه بنتخانق وبنولع في بعض، فبنقرر بعد كده كل حد بيقرر مع نفسه إنه مش هيتكلم في الحاجات اللي مضايقاه، فيبتدي يحصل تراكمات. التراكمات دي بتوصلني إن أنا أتلكك لك على الحاجات الصغيرة، لأنه أنا مش طايقك وأنا مش طايقك، فبنتلكك لبعض على الحاجات الصغيرة، أو بنشيل عشان مش بنخلص أول بأول. ما احنا شايلين، ما أنا شايلة جوايا، وبعدين انت هتعمل اي حاجة فانا هبتدي اتلكك لك عشان اتخانق معاك، عشان انا مش عارفة اكلمك في الحاجات التانية اللي مضايقاني منك. غير ان شكل الحب بيتغير كمان، ودي حاجة مهمة. يعني انا الشغف اللي موجود في العلاقة قبل الجواز بياخد صور تانية خالص بعد الجواز. فالحاجة اللي كانت سنداني اللي هي المشاعر ما بقتش بنفس الشكل، فما بقتش لاقيه الحاجه اللي اسند عليها عشان استحمل الشخص اللي قدامي. فده مع ده بيحصل جاب كبير ما بين الاتنين. عايزه اقولك ان المشهد بتاع حلقه 9 ده انا اكتر تعليق سمعته وعجبني جدا، ان احنا اصلا ما عندناش فرصه نعمل هذه المواجهه الجميله. يا ريت نقدر نقعد قعده المطبخ دي ونتكلم في كل الحاجات اللي مضايقانا. تقيله والناس خايفه من عواقبها، انه احنا بعد ما نعمل المواجهه دي هنروح فين، مش هينفع نكمل، فخلينا كده احسن. فكذا حد قال لي يا ريتنا نعمل المواجهه دي، يا ريتنا نعملها، بس حتى رفاهيه هذه المواجهه مش عندنا. فمتهيألي هو ده اللي بيوصل الموضوع للنهايات اللي مش حلوه. من احلى المشاهد اللي شفتها في رمضان، ومن بتهيألي انا ما بفهمش اي شغلانه، انا بحب متابعه جيده، بس يعني بتهيألي ان تنفيذه صعب قوي. كتابته كانت صعبه وتنفيذه كان صعب وانا فاكره كويس قوي ان كريم الشناوي واحنا بنشتغل على المشهد ده قال لي كتير قوي انا مش عايز صوتهم يعلى، انا مش عايز خناقه، احنا بنتخانق من اول المسلسل. المشهد ده مشهد كله بقى بيطلع بقى فاهمه اللي جواه بمنتهى الهدوء، والكادرات الضيقه اللي خلتني حاسه اني قاعده معاهم وحاسه بيهم والهدوء اللي حواليهم كل حاجه. وعايزه اقول لك ان الحوار كان طويل قوي وانا اتفاجئت ان ما حدش قال لي المشهد طويل قوي. بالعكس الناس قالت لي ايه ده المشهد طويل، بس احنا ما زهقناش خالص واستمتعنا بيه، ودي حاجه الحقيقه بسطتني جدا. خلاص والله مش بقولك عشان انت قاعده معايا، فعلا هو ممتع بشكل اللي هو انت ما بربشتيش، انت قاعده متنحه
وهم عملوه حلو قوي ومتأثرة قوي يعني أمينة وشاهين عملوه حلو قوي. وكريم برضو كان عنده إضافات حلوة جدا جدا. يعني أنا دايما بقول الموضوع ده لأنه بجد كانت من الإضافات رغم بساطتها بس بجد عجبتني. كريم كان صاحب فكرة الطفل اللي دخل قال لها مامي بيبي، لان هي تفصيله حياتيه جدا ليها علاقه ان الازواج بسبب وجود العيال ما عندهمش الاريحيه بتاعه ان احنا نقعد نتكلم في موضوع مهم. فحتى في عز هذه المناقشه الصعبه جدا الولد دخل قطع المناقشه في النص عشان ده الحياه كده. وهنا الحياه كده بالظبط، ده شبه الحياه. وهنا الام في عز الحاله اللي هي مش قادره اصلا تحط رجليها على الارض كان مطلوب منها انها تمسح دموعها وتبتسم للولد وتقول له حاضر يا حبيبي وتقوم معاه. فبرضه دي كانت تفصيله من ضمن التفاصيل اللي كريم اضافها وانا كنت شايفه انها بصراحه حلوه ومهمه يعني على قد بساطتها. يعني ما هي الحاجات دي هي اللي خلت العمل حقيقي قوي. غير انه طبعا الحوار بالنسبه لي كان نمبر 1 بصراحه في العمل ده، لانه عشان الناس بتتكلم شبهنا. يعني هي الناس بتتكلم كده، مش بترفع حواجبها وهي شريره ومش بتعلي صوتها من غير لازمه لا احنا ما بتديش دروس. طبعا طريقه الالقاء والكلام وكده دي برضو حاجه عند كريم. استخدام المزيكا، لان خلي بالك لو خدتي بالك المشهد ده مثلا المعين ده مش مزيكا خالص. الهدوء انا قلت لك، انا الهدوء اللي في المشهد حاسس ان انا قاعده معاهم مش هتنفس. بالظبط. فده اختيارات برضو اخراجيه من عند كريم، اعتقد ان هي خلت الموضوع يبقى شبه الحياه بالشكل ده. الحوار المكتوب بس كمان في طريقة إخراج معينة، طريقة تمثيل معينة من عند الممثلين برضو عايزين نديهم حقهم. إن هما لا يعني عملوا حاجة حلوة جدا يعني، وأضافوا كتير 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 للي مكتوب يعني. دي حقيقة. الحاجة اللي انت هتشتغلي عليها بعد الهرشة السبعة اللي ممكن تكون طلعت لما الحلقة تتذاع، حاجة ليها علاقة بالستات برضو ولا لا؟ لا هي مش قضية نسوية، هي قضية إنسانية. كانت ممكن يعني ممكن أي إنسان يتحط فيها، فلا هي مش حاجة نسوية. طب انتي في المطلق شايفة إنه مفروض نفضل نعمل قضايا ليها علاقة بتمكين المرأة في الدراما وفي السينما؟ بصي للأمانة الشديدة أنا عمري ما بفكر فيها كده، وحقيقي لما بقول كده أنا أعني اللي بقوله، مش بقول كلام متزوق وخلاص. أنا بتجيلي الفكرة أنا عايزة أكتب عن كذا كذا، ده عمر ما بيحركني ليه انه انا عايزه اعمل قضيه عن ست. ودي على فكره عايزه من الحاجات اللي عايزه اتكلم عنها برضو، انه انا مثلا اتحطيت في الفريم بتاع القضايا النسويه ده وهي صدفه. هي حقيقي صدفه انه زي ما حكيت لك انا كنت بشتغل فجات لي فكره ليه لا الاولاني، بتكلم مع بنت خالتي فجات لي فكره ليه لا التاني. عمر ما كانت فكره انه انا عايزه اعمل قضيه عن المراه. والحقيقه انه لما بيجي لي حد يقول لي اي حد دينا عايزين نعمل بقى مسلسل عن المرأة عندك افكار، بتقفل جدا. لا انا مش قاعده ورايا ارشيف مشاكل الستات هات لي ملف القضيه دي. لا انا مش دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها ولا بفكر فيها. يعني انا بفكر في فكره، بتجيلي فكره عمل انا نفسي احكي قصه، انا نفسي احكي الحكايه الانسانيه دي، الحكايه دي فيها مشاعر قوي معينه نفسي احكيها ونفسي اعبر عنها. انا بشتغل كده، لكن ما بفكرش انه يلا نكتب لستة من قضايا المرأة نشتغل عليها. يعني انا فاهمة ان الموضوع جذاب لان الناس بتشوف ان ده شيء بينجح يعني، او شيء الناس مش بس بينجح، مش بتحسي ان هو بيعمل فرق؟ مش بتحسي انه بيفرق في نظرة المجتمع للست حتى لو بيغير نسبة صغيرة بالوقت؟ بيعمل طبعا بس دي النتيجة اللي بحاول اقولهولك، انه ده النتيجة اللي بتحصل واللي كلنا بنرجوها وبنتبسط بيها اكيد، بس ده ما بيبقاش الهدف. لا اللي بحاول اقوله مش الهدف انه ان انا ما باجيش اعمل مسلسل عشان انا عايزة اغير نظرة المجتمع لا ده وانا مش متخيلة برضو ان المسلسل زي تحت الوصاية لما اتعمل كان هدف في الفريق العمل ان الموضوع يتناقش في البرلمان. لا انا حاسه ان هدفهم يحكوا القصه الانسانيه وقصه انسانيه مسليه جدا واتعملت بشكل بالزبط. رائع، بس كان ليها صدى وصدقيني وخلى الناس تتعاطف. ما هو الصدق ده بقى الصدق اللي بيخلي الناس تتعاطف. هو ده اللي انا عايزه اقوله لك ان الناس عشان داخله مش هدفها البروباغندا او تغيير القوانين، هو ده مش هدفهم. الناس داخله بهدف انساني، الناس داخله بهدف ان احنا عايزين نحكي قصه فيها المشاعر دي او نعبر عن المعاناة دي. من كتر ما العمل صادق ومعمول بشكل شبه الحياة العمل اتصدق، فبقى فيه قرارات اكبر بعد كده، لكن ده مش حتى الهدف. لو مش قرار، انت عارفة انا بفكر فيها حتى بس فكرة ان بقى فيه ناس
انا اتفاجئت بحاجات في تحت الوصاية انا عمري ما كنت اعرف عنها. مظبوط. ان في ناس بس بصوا للموضوع بنظرة ان الست فعلا في ظلم واقع عليها بسبب قوانين او بسبب مجتمع او بالظبط. بسبب حاجات كتير ضغطاها، وكأنها متهمة حتى تثبت براءتها عكس الطبيعي. صح. هو طرح الموضوع والناس تفكر فيه، بس عارفه انا دايما انه بقول في تعاطف بيحصل لما قضايا المرأة بتطرح في الدراما بشكل صادق زي ما قلتي وبشكل مسلي يدخل قلب الناس ويقنعهم، بيبقى تأثيره على المجتمع من وجهة نظري برضو انه الناس بتبص للست بصة مختلفة شوية حتى لو غير حاجة صغيرة. صح عندك حق. مع ان انا كتير قوي بقول يا جماعه مش معقول هنستنى مسلسل عشان نخلي الست تعرف تنقل عيالها، عارفه عيالها المدرسه يا جماعه مش مستنيين مسلسل يعني ليه مستنيين؟ عشان تصرف على عيالها يعني أصلاً. لازم نجيب منى زكي تقول فاهمه قصدي؟ يعني بحس انه يا جماعه دي مشاكل موجوده وكلنا عارفينها. فلا مش عارفه كمان ايه، بحس ما تحطوش علينا المسؤوليه دي، يعني ما تحطوش علينا احنا ككتاب وصناع اعمال ان احنا، لان دي حاجات كبيره اكبر مننا بكتير. ونرجع نقول هو مش الهدف بالزبط. عشان الناس تفهمش غلط، مش الهدف من العمل الفني خالص. انه يغير المجتمع والقوانين، هو الهدف انه يسلي الناس تسلية. بس بالزبط. لما بيبقى حقيقي، لما بيتكتب بشكل مظبوط، لما بيتكتب بيبقى متعوب فيه، بيغير. هو حلو. طبيعي. انتي ساعات تحبي تتفرجي على مسلسل ريليتبل وريليفنت لحياتك وشبهك وشبه حياتك وشبه المشاكل اللي بتمر بيها، ده بيبقى مود. وساعات تانية تبقى عايزة تروحي حاجة بعيدة تماما، تقولي لا أنا عايزة أفصل، أفضي دماغي، عايزة أفضي دماغي وعايزة أفصل من الواقع بتاعي. فده نوع من الأعمال وليه ناسه وليه موده وليه وقته، وده نوع من الأعمال وليه ناسه وليه وقته. بس كتير فعلا اللي بيخلي الناس تحب العمل هو إحساسهم إنه هو شبههم بشكل ما، فدي حاجة بتخليكي قادرة تريليتي وتفهمي تحسي ده شبه، في متعة ما بتحصل عند المتفرج، انبساط ما لما بيحس ان ده شبهه. فده شيء يعني حلو ان هو بيتحقق في اعمال كتير مؤخرا برضو، مش لازم ابقى انا جزء منهم يعني، بس في اعمال كتير يعني. انا تحت الوصاية عجبني جدا 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 يعني. It's a piece of art يعني. فظيع تمثيل واخراج وكتابة، كل حاجة، صورة فظيعة، كل حاجة كانت حلوة الصراحة يعني. انا اتبسطت بيه قوي يعني، اتبسطت بالفرجة عليه. دينا أنا مبسوطة جدا من الحلقة دي، وكان في حاجة نفسي أحكيها قبل ما نبدأ الحلقة ونسيت إن أنا وإنتي أول مرة اتقابلنا في حياتنا. كنا رايحين أنا ودينا، أول مرة قابل دينا في حياتي، كنا رايحين ضيوف في برنامج في التلفزيون المصري. الحلقة كانت عنوانها مين هي أو ماذا تعني السترونج اندبندنت وومن. سبحان الله سبحان الله. بعد سنين مش فاكرة ده من سنين. احنا كنا ضيوف ودينا كانت ساعتها بتتكلم عن هي غيرت الكارير بتاعها وهتبدأ كتابة، وما كانش بتهيألي لسه في أي حاجة طلعت. لا ما كنتش كتبت خالص مسلسلات، كنت لسه بكتب مقالات أونلاين، وكنت لسه هبتدي رحلة السكريبت رايتنج بقى. فكان لازم أقول القصة دي. دينا thank you very much، متشكرة جدا جدا إن جيتي النهاردة. ميرسي قوي عليك. أنا كمان اتبسطت جدا والله. أنا كمان، وجود لك في كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. thank you. هنستنى الفيدباك بتاعكم على الحلقة بتاعت النهاردة على كل الأكاونتس بتاعت السوشيال ميديا. هتلاقوا في الديسكريبشن لو بتتفرجوا على يوتيوب الأكاونتس، وهتلاقوها في الديسكريبشن برضو لو بتسمعونا على كل منصات البودكاست. وهستنى منكم على السوشيال ميديا برضو تقولوا لنا ايه المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها في الحلقات الجاية.